أسطورة اسمه النادي الأهلي. أهلا بالأهلوية في كل مكان، والحلقة السادسة من صواريخ حمراء. ملايين ترك وغياب قواعد اللعب النظيف. في البداية بنسأل نفسنا، هل ترك أهلاوي وبيحب الأهلي؟ ممكن يكون أهلاوي وبيحب الأهلي، لكن المؤكد إن ترك بيحب نفسه أكتر من أي حد ومن أي حاجة في الدنيا، وده مش عيب ولا غلط لو كان في إطار التصرفات المقبولة. المؤكد كمان إن ترك شخصية متسرعة وعاشقة للشهرة والظهور، وفي النهاية 90% من مكونات شخصيته بتتوافق تماما مع شخصية مرتضى منصور. عشان كده مخطط ترك في الوصول لأغراضه واللي يشبع رغباته منفعش مع الأهلي. هنا وجد ترك ضلته في مرتضى منصور، باعتبار أن الطيور على أشكالها تقع. ترك كان عاوز كل مليم يتبرع بيه للأهلي تطلع مزيكة حسب الله وتطبل له. مع الأهلي ما ينفعش الكلام ده، وطول عمر عشاق الأهلي بيساهموا وبيدعموا النادي، ولا واحد فيهم طلب الإعلان عن دعمه. نسيب بقى كل الكلام اللي فات ونسأل، اشمعنى التبرع ب1,000,000 جنيه يتقدم للسكة الحديد اللي الحكم إبراهيم نور الدين شغال فيه مدير كورة دونا عن كل أندية الدرجة الثانية؟ وازاي وبأي صفة مالك نادي يدعم أندية بعينها وبينهم منافسة في ذات البطولة؟ هل يتفق ده مع قواعد اللعب النظيف اللي أقرها الفيفا؟ طبعا محدش من إعلام الغبرة اتكلم ولا هيتكلم في النقطة دي. طيب خلونا كمان نسيب الكلام ده ونروح بأسئلتنا في اتجاه تاني. ليه إعلام الغبرة عمال يتكلم عن 260 مليون جنيه اتبرع بيهم ترك للأهلي بكامل إرادته، وساكت على 366 مليون جنيه اتبرع بيهم للزمالك؟ ليه مرتضى محموق قوي وبيدافع عن ترك هو والبيض ليل نهار، وما بقيناش نسمع كلمة الكفيل اللي طلعوها على ترك لما اتبرع للأهلي؟ عارفين ليه كل ده؟ لأن الأهلي أنضف من أي حد ويسيب أي حد، وكفاية انتفاضة جماهير الأهلي وإعلانها عن استعدادها لجمع كل الأموال اللي اتبرع بها ترك. خلي بس إدارة الأهلي تفتح الباب لتبرعات الأهلوية، وساعتها كل قسم هيعرف آخره. اتكلمنا بأدب واحترام وموضوعية، رغم إن قلة الأدب مفيش أسهل منها، لكن لا أخلاقنا ولا مبادئنا هتخلينا ننزل لمستوى أي حد شتام أو جعجاع، إلا عند حدود معينة وخطوط حمراء. احنا عارفين كل التفاصيل، وعارفين مين هم عرايس الماريونيت اللي عاملين فيها أبطال وفيه وراهم اللي بيحركوا. آخر كلامي لترك ومرتضى والإعلاميين الرخاص اللي ريحتهم فاحت، الأهلي ورموزه وجماهيره خط أحمر. آخر سؤال، هل ترك بيحارب الأهلي ويسعى لتدميره؟ بصراحة مش بكون مبسوط لما بسمع أهلاوية بتردد الكلمتين دول. عارفين ليه؟ لأنه ببساطة لا ترك ولا أدخل منه يقدر يمس الأهلي بشعره، واللي يلعب مع الأهلي يبقى مجنون، واقروا التاريخ. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. الشماشرجي يتحول إلى ناضورجي بالأمر المباشر. عارفين انتوا الناضورجي اللي كل شغلته يخدم على مزاج أصحاب المزاج، والشماشرجي ما كفهوش سنين عمره اللي ضيعها في بعزاءة كرامته عشان الظهور وحب الفلوس. لا، ده كمان بيختمها بالأسوأ من كل ده، طبعا بأوامر سيدو بيفتح الخط المرتضى عشان يتكلم عن أسطورة مصر وأفريقيا والأهلي، ويقول يا محمود بلاش كيد النسا. اللي بتقول له يا محمود ده كان حلمك زمان انك تاخد معاه صورة، جاي النهاردة تقول لي كيد النسا؟ كيد النسا لما احاول اناطح نادي بحجم الاهلي، ولما اعرف ان ده مستحيل احاول اخطف لاعب منه وتطلع الملايين، وفي كل مناسبة اتباهى بالغلط اللي عملته وافضل اقول ان حرمت الاهلي من احسن لاعب في مصر، رغم ان اللاعب ده ولا حاجة بالنسبة للاهلي وهو ضايع دلوقتي بسببك. كيد النسا ده يعرفه واحد كان جاي يرسم الدور على الاهلي، ولما اكتشف ان الاهلي اكبر منه حط ايده في ايدك نكاية في الاهلي. عرفت بقى كيد النسا بيبقى ازاي؟ والاخ التاني اللي لسه راجع من الحج بدعوة من سيدو ترك، ساب شهامة الصعايدة ومسك الطبلة هو كمان، وحول برنامجه من كورة بلدنا الى ترك في بلدنا. لا، ومحموق قوي وعاوز يثبت اي مخالفة على الاهلي. ابراهيم المنيسي انا النهارده بختلف معاه اختلاف كبير جدا فيما كتبوا على صفحته على الفيسبوك رسميا وفي تقرير لجنة وزارة الرياضة
والجهات الرقابية بعد التفتيش وبالمستندات مجلس إدارة الأهلي فوق مستوى الشبهات. نحن نختلف معك اختلافا كليا وجزئيا فيما كتبت. يا أخي عيب اختشي واستنى شوية لما الناس تنسى إنك راجع من الحج. يا عيب الشوم، لم نفسك يا عبد الناصر وخليك مع الغلابة زي ما كنت، لأن الأهلي ورموزه فوق رقبتك ورقبة التخين، وبلاش أنت يا عبد الناصر. وأخيرا اسمعوا الكلمتين دول: بكتر المال ممكن تشتري الرخاص وضعاف النفوس، وتكون شهير عن أي وزير وفي كل الأماكن تدوس، وتبني الدور وترفع قصور وتعيش أيامة وفخامة، إلا حب الناس والاحترام ما بيتباعوش بأي فلوس. وعجبي في أسطورة اسمه النادي الأهلي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.